مرحبا صبايا، الله يسعدكن. اليوم معنا طريقة العوامة. بدنا 1.5 كاسة من الدقيق، نص كاسة نشا، 20 جرام من الخميرة، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الزيت. بدنا كاسة مي دافية. نخلط 1.5 كاسة من الدقيق، نص كاسة نشا، 20 جرام من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح. ونضيف لهن كاسة مي دافية. طبعا بنضيفها بالتدريج مع التحريك المستمر، وما بننسى ملعقة الزيت. لازم نضلنا نحرك حتى يصير معانا قوام لزج طري متماسك. وزي ما انتن شايفات بظني أضيف المقدار شوي شوي لأحصل على القوام اللي أنا بدي إياه. طبعا صبايا بنتابع عملية الخلط، لازم العملية تكون سلسة. المي بنخلطها لآخر نقطة، بنضلنا نخلط زي انتن ما بتعملن دائما. هون نسيت أحكي لكم صبايا إنه أنا نسيت أحط معلقتين من السميد. حطيت معلقتين من السميد الناعم، بعد بلشت أخفق بيه لبينه مادة الجلوتين تتفاعل. بدنا حوالي من 3 دقائق إلى 5 دقائق حتى يتفاعل معانا الجلوتين. بنخمره وبس يخمر مباشرة نكون إحنا مجهزين الأدوات اللي إحنا بدنا إياها. طبعا أنا بدي زيت عشان أغط فيه، عشان أغط فيه. بالإضافة بدي زيت للقلي، وبدي شبكة مشان أصفي فيها من القطر، وبدي قطر يكون ساخن القطر أو دافي. مكونات القطر بتكون كل كاستين من السكر بدهن كاسة مي وعصرة من الليمون. هون حاليا إحنا بنباشر عملية القلي. بتكون درجة الحرارة طبعا محمينها للزيت، بعدين بنخفضها إلى درجة من 6 إلى 4. ومن زي انتم ما شفتوا بنحرك حبات العوامة بهذا الشكل بحيث تتحمر بشكل حلو. أنا بس تتحمر وشوفوا لونها صار أشقر، نيجي بنحطها بالقطر الدافي. للأسف الشديد صبايا نتيجة نهائية للعوامة انحذفت معاي بالفيديو، فبتمنى إنكن تعملين الطريقة وأعطيني رأيكن بيها ضابطة ولا مش ضابطة. إن شاء الله الطريقة تكون حلوة، وتقريبا بتظل القرشة حوالي من 2 إلى 3 أيام. إن شاء الله الطريقة ناجحة 100%. تابعوني صبايا، شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم.